لو انت لسه بتبدأ قناة على اليوتيوب او بتفكر تفتح قناة، هقولك على نصيحة هتوفر عليك مجهود جبار. ولازم تكون عارف النجاح على اليوتيوب على المدى البعيد مش المدى القريب، وكل خطوة انت بتخطوها صح في مجال اليوتيوب النجاح بيقرب أسرع، وبتوصل لمرحلة النجاح بأسرع وقت. وعلشان كده أنا جاي أوضح لك النجاح في خطوات بسيطة. أي منشئ محتوى بيدخل اليوتيوب جديد، في حد قدامه أو منشئ المحتوى شايفه قدوة، وهو ده الشخص اللي أنا عايز أكون زيه وأحسن منه إن شاء الله في المستقبل. التركية بقى إنه حضرتك تقعد تتفرج عليه أطول فترة ممكنة بورقة وقلم، تشوفه ازاي بيصور، ازاي بيتكلم، ازاي بيعمل مونتاج، ازاي بيقف قدام الكاميرا وطريقة كلامه. اكتسب الكلام ده بعد اكتسابه، اتعلم من تجارب الآخرين. ما تبدأش من الصفر، ابدأ مكان ما المنافس بتاعك واقف. يعني ايه اقلده؟ لا، ما تكونش كوبي بيست. هو مش كل نفس الشيء هو لازم تكون متغير، لازم تكون اسلوبك انت وطريقة تقديمك انت متغيرة علشان تنجح بصورة اسرع. بس انا بقولك اتعلم ازاي بيعمل المونتاج، وبأي برنامج بيعمل المونتاج وقتها اقعد لك 10-15 يوم اتعلم في برنامج المونتاج. اتعلم تحط صورك ورا بعض مع موسيقى، اتعلم ازاي تقطع، تعمل زوم ان زوم اوت، لان ده هيوفر عليك كتير جدا. تاني حاجة، لو انت بتصور او داخل تعمل تصوير، شوفوا بيصور ازاي. اقعد لك 5 ايام 6 ايام صور اي حد، امسك موبايلك، امسك صور اي حد، اعمل زوم ان زوم اوت، تسريع في تي ان، تسريع بالاي اي كي ماستر، بكل ده ابدأ شوف بيتكلم ازاي، وانت حاول تتكلم بنفسك. افتح الكاميرا اللي قدامك والموبايل. مرة فتحت الموبايل وقعدت اتكلم مع نفسي، والله كتير جدا، والله كتير جدا فوق ما تتخيل، علشان اوصل لمرحلة رمز الفكرة اللي قدامك ده. علشان كده بنصح حضرتك لنصيحة مهمة جدا جدا جدا، هتوفر لك مجهود جبار وانت هتمشي فيه وهتتعلم مع الايام. طيب ما تشوف حد اتعلم واتعلم منه، ما تشوف واحد بقى واتعلم منه. انا عايز اكون زي رمز الفكرة. يا رمز الفكرة، هو انت بتشتغل بمنتج ايه؟ انا كمنتزيا بشتغل. ابدا اشوف الجهاز بتاعي بيشتغل كمنتزيا ولا لا، يمكن الحاجات اللي عندي والامكانيات لو هي مش الواو ابدا اقلل من تفكيري شويه لحاجات على قد محتواي ومعداتي، وابدا اظبط واتطور من نفسي. خد بالك رمز الفكره بدا بالمعدات اللي عنده ولسه شغال عليها. اطلع شوفني اول فيديو كنت طالع عامل كده، كان وشي كله اخضر وكل وشي من هنا اخضر وابيض ومش عارف ايه، وما كانش عندي الكفاءه، وكانت عيني جايبه هناك ما كانتش جايبه هنا، ما كانش عندي الكفاءه زي ما كنت طالع قدامك حالا. كنت يعني ايه جمع الوقت ده مع ارباح اليوتيوب اللي بتيجي من القنوات التانية؟ طبعا الارباح اللي بتيجي بتتصرف في تطوير المحتوى. لازم تعرف ان الارباح اللي بتيجي بتتصرف في تطوير المحتوى، لازم تقف في محلك سر. لو قعدت مثلا الارباح اللي بتيجي تعزم بيها اخوك اختك صاحبك صاحبتك، انت مش هتتطور. الشهر الجاي لما تكسب $100 هتكسب $50، لانك انت ما طورتش نفسك في $100 اللي اجت الاولى. ما جبتش مايك، ما جبتش كاميرا نظيفه زي اللي قدامكم دي. فخد بالك صدقني، هو ليه قاعد عائد، والعائد حلو جدا لو مشيت صح. طبعا احنا اول ما نبدا باليوتيوب بنبدا بالتبادل. يلا نبدا، عايزين تبادل، بنفكر في المشتركين في المشاهدات. فكر ازاي تطلع الفيديو بتاعك زي القنوات الكبيره، ازاي تقف قدام الكاميرا، ازاي تقدم اسلوبك تقديم وطريقه حلوه. فكر مره واحده بدل ما تعمل بس مباشر من مناخيرك وراسك عامله كده اهو. صور الساعتين 3 دول اتعلم بيهم ازاي البث المباشر، ازاي توصل لمرحلة الشخص اللي وصل قبلك. كلنا بنتعلم، وانا لسه بتعلم وانت لسه بتتعلم وكلنا هنتعلم. ده مش معناه انه حضرتك تروح تشوف شخص تاني او منافس ليك بيتكلم باسلوب ما وانت بدأت تتفرج عليه وتشوف نقاط القوة واسلوب الكلام بدأت تعتمد عليها وتطور من نفسك فيها، انه كده انت قليل. لا يا فندم، ما تحطش ببالك التفكير ده. انت اول ما تبدأ من الصفر بتبدأ من مرحلة
المنافس بتاعك واقف فين وبتدور عليه وبتتطور عنه، وبقى انه خلاص تتطور تبقى افضل منه عنه بكتير. انا في اخطاء انت كمشاهد شايفها انا مش شايفها، اتمنى انك تكتب لو خطأ بسيط جدا في الكومنتات علشان اعدل من نفسي. فالحاجات دي مهمة جدا جدا، اتمنى انك تراجع حساباتك عليها. انا كنت بس مباشر قبل امبارح تقريبا وكنت بتكلم، وكان اخويا بيقول لي اتعلم ازاي تسجل الصوت، ازاي تقطع الفيديوهات بتاعتك، وازاي تعمل زوم ان وزوم اوت. انت متخيل معايا الجملة دي هي سبب الفيديو دي اللي انا عملته لك حالا والله. الفيديو طبعا اللي انت هتتعب فيه علشان توصل لمرحلة النجاح، انت قادر انك ما تتعبش فيه، ما تبذلش مجهود الواو فيه، بس قادر انك تتعلم صح. فانا بنصحك انك تتعلم صح. شوف الشخص المنافس ليك وكون زيه واحسن منه. شوف الشخص بيستخدم برنامج ايه وكون زيه واستخدم زيه. كين ماستر، في ان، بريمير، شوف هو بيستخدم ايه وكون احسن منه. شكرا لكم. رمز الفكرة: فكر بذكاء واربح بجدارة. ما تنساش الاشتراك. سلام. اشترك، انت لسه مشتركت.